فرحة الجمهور بالبطولات تساوي مليار دولار، والأهلي محتاج 6 أو 7 صفقات جديدة من أجل الاستعداد إلى كأس العالم للأندية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يا جماعة حابب أبدأ بتصريح الكابتن رمضان السيد امبارح مع الأستاذ محمد شبانة. طلع يقول له الأهلي محتاج من 6 ل7 صفقات وفرحة الجمهور لا تساوي مليار دولار. طب أنا بحب أوجه السؤال للكابتن أستاذ الكابتن رمضان السيد. أنت شايف يا كابتن رمضان الأهلي محتاج 7 صفقات، منهم طبعا هنقول 2 اجانب اللي هم فاضلين على القايمه. انت عندك علي معلول، عندك اليو ديانج، عندك برونو سافيو. هنعتبر ان بيرس تو مصاب وهمشي معاك وان هو مش هيكمل بعد يناير، يبقى انت عندك 3 فاضل لك 2، يبقى انت عايز 5 مصريين. قول لي نحب اسال الكابتن رمضان السيد مين ال5 المصريين اللي على الساحه اللي انت شايفهم يستحقوا يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي افضل من اللعيبه اللي عندنا؟ يعني ما بحبش انا يا جماعه اللي يطلع يتكلم عدد صفقات الاهلي يحتاج، مش خساره في الاهلي ملايين الدولارات. طب ادينا حل. كنت بحب اللي يطلع يتكلم ما يقولش كلام في مرسل. ادينا امثله للعيبه اللي انت شايفها تستحق تيجي الاهلي. مين من اللي في الدوري المصري شايفه يستحق؟ انا احب اذكر بعض الامثله اللي الناس طلعت تقول عليها الفتره الاخيره. بعض اللعيبه اخر حاجه كان طلعوا لنا بيها امبارح، قالوا الكابتن خالد عبد الفتاح لاعب سموحه. يعني بالذمه والدين يا جماعه، ايه الميزه في الكابتن خالد عبد الفتاح عن محمد هاني بتاعنا؟ يعني امبارح مثلا الناس اللي شافت مباراة السموحة والاهلي، عمل 14 عرضية ولا 15 عرضية ولا حاجة خالد عبد الفتاح ده. يعني الناس يا جماعة اللي بتطلع تتكلم بالله عليكم يعني راعوا ان الناس اللي بيسمعوكوا دول ناس يعني عاقلة وعندها مخ وعندها عقل. يعني خالد عبد الفتاح ده بأمارة ايه يجي يلعب الاهلي اساسا؟ ايه الميزة اللي في خالد عبد الفتاح يجي يلعب نادي الاهلي؟ وقبل كده مروان عطية. الناس اللي تابعت مباراة الاتحاد وبيراميدز اللي لسه خالصة من شوية خدتها 3-0، الناس تبعت مروان. أنا والله قعدت مركز مع مروان عطيه تاني عشان ما اقولش يمكن انا ظالمه ولا حاجه. ايه الميزه اللي في مروان عن حمدي، عن اليو ديانج، عن عمرو السوليه، عن اللعيبه النص الدفاع بتوعنا، عن ميدو نبيل اللي كان طالع الفتره اللي في نهايه الموسم اللي فات اما كانوا مصاعدين ناشئين؟ ايه الميزه في مروان عطيه عن اللعيبه دي؟ ده هو حتى يعني مش شايفه حتى زيهم. فالناس بتطلع تقول اسماء وخلاص. فانا شايف يا جماعه والله اداره الاهلي معذوره في الناس. مش ما ينفع، مش شايفه لعيبه احسن من اللي عندها على الساحه. مين اللعيبه في الدوري المصري؟ الناس اللي حتى اللي بيسمعوني لو في لعيبه احسن هي تكتبها لي في التعليقات. لعيبه احسن من اللعيبه اللي عندنا في الدوري المصري. في تاني مين؟ احمد عادل ميسي. انا شايف احمد عادل ميسي احيانا مش شايفه حسن بيلعب حتى مع الاتحاد، المدرب ما قعده اساسا. يعني ما فيش يا جماعه، مش كلام في يا ريت يا جماعه بلاش كلام مرسل. اللي شايف فيه لعيب في الدوري المصري افضل من اللي عندنا يطلع يقول بالاسماء، ما نقولش الاهلي محتاج ل6 7 صفقات وكلامه وخلاص ونعمل ترندات وخلاص. او كلامه متاكد الكابتن محمد السيد برضه من الناس المحترمه، اكيد مش في نيته ترند ولا بتاع. بس يعني انت الراجل المفروض انك فاهم كوره يا كابتن رمضان. اما تطلع تقول حاجه زي دي قول لنا بالاسماء. الاهلي محتاج في المكان الكذا في مركز معين لاعب زي مين، تقترحوا على الاداره. يعني اوجد حلول، ما تقولش اسماء وخلاص كده والناس وخلاص تسمع كلام الله عليك ده انت راجل فعلا قلبك على النادي. قول بالاسماء والمراكز اللي الاهلي محتاجها. انا هقول بقى يا جماعه بالمراكز. انا بالنسبه لي يعني رايي كعلاء يعني الاهلي محتاج ايه. هو في الدفاع انا شايف الاهلي والله ما محتاج لعيبه خالص. انت عندك محمود متولي وعندك محمد عبد المنعم، بالنسبه لي هم احسن 2 قلب دفاع في منتخب مصر بصفه عامه، مش في الدوري بس، وفي احسن من حجاز الاثنين دول. الناس اللي بتعاب على عبد المنعم امبارح بتقول لك بيلعب بعض الكور ما ينفعش يلعبها، مستهزئ بالكوره. يا جماعه لعيب الكوره بيحب يعني يبقى هادي، مش لعيب كده اي كوره تجيله يطلعها في الهواء، يطلعها زي نوعيه علي جبر كان اكتر لعيب اللي انا شفتها في التاريخ. اي كوره تجيله عند الاوت طلع في الاوت. يعني لعيب الكوره لازم يبقى تقيل على الكوره طبيعي. ممكن الكوره تقلش منه عادي، بس هو حاسس ان هو لعيب كوره والكوره للمتعه، مش اي كوره يطلع تاكلينج يطلع في الاوت. طبيعي ان اللعيب فيه بعد من كتر ما كورته عاليه ما شاء الله بيحاول ممكن الكوره تقلش منه كوره واحد لاعب. لكن محمد عبد المنعم كان احسن لاعب في مباراه سموحه. انا شايف والله احسن لاعب في الاهلي مباراه سموحه كان محمد عبد المنعم. مفيش حتى كان قريب منه. ومحمود متولي انا شايفه برضه لعيب، بس بحكم انه كان غايب كتير فاللياقه لسه. في بعض الكور المشتركه كان في لاعب سموحه عداه بالسرعه بتاعته. يعني في بعض الكور لا عادي، يعني لعيب ما كانش بيلعب كتير يا جماعه فاللياقه بس. لكن ككوره فهم كوره الاثنين دول اعلى لعيبه في مصر حاليا، واعلى من وينش لما ربنا يرجعه بالسما ويرجع. دول برضه اعلى من محمد حمدي وينش في عزه. وانا عارف انا بقول ايه كويس. ومع الوقت الناس والله كتير هيتفقوا معايا، هيقولوا الراجل ده والله فعلا فاهم كوره. عندك في قلب الدفاع التاني عندك واحد زي محمد هاني. ناس ما تستغربش لما اقول محمد هاني يا جماعه، هجيب لكم امثله عالميه كتير يعني زي ده. مين اللي بيلعب حاليا مركز المدافع قلب الدفاع في ريال مدريد؟ دافيد الابا. دافيد الابا ده اساسا كان مركزه باك شمال بايرن ميونخ، بس اما اللياقه بتقل شويه قلت عنده شويه بعض الشيء، فبيستفيد منه ان هو في الدفاع عالي فبيلعب مركز قلب الدفاع.
وامثله زيه كتير. سيرجيو راموس ده على فكره اول ما بدا يا جماعه كان باك يمين، واما اسبانيا خدت كاس العالم كان راموس بيلعب معاهم باك يمين في الوقت ده، كان قلب الدفاع بويول وبيكيه، يعني كان بيلعب باك يمين. فباللياقه بتقل شويه بينزلوهم مساك. عندنا برضو في الدوري المصري امثله، عندك ايمن اشرف اول ما بدا كان باك شمال، بعدها بقى مساك. عندنا احمد ايمن منصور اللي احنا في طلائع الجيش. فقعد يعني الموضوع مش غريب، يعني محمد تاني لعبها قبل كده. ومحمد تاني بالصدفه يعني بالمناسبه الناس قالت لي عليه كتير ليه في كاس العالم للانديه، انه كان في كاس العالم ده بيبقى متالق ومكسر الدنيا. لان الاهلي في كاس العالم للانديه يا جماعه قدام مثلا البايرن، وما كانش محمد هاني يعني واخدها هجوم، وكان مقضاها، كان بيدافع كويس على اللعيبه اللي قدامه. فعشان كان بيدافع كويس الناس كلها قالت محمد هاني محمد هاني. فمحمد هاني مميز في حته الدفاع، عشان كده احنا قلنا في كاس العالم للانديه ان محمد هاني كان متالق. لكن محمد هاني في قدام البايرن ما راحش عمل 14 اوفر ولا جاب جون غريب، يعني ما اخترعش في هجوميا، لكن هو دفاعيا كان متالق. ونفس الحال مع الاهلي، هو متالق كمان، متالق مع الاهلي حاليا كدفاع متالق، يعني جبهته ما بتخترقش. لكن الناس زعلانه منه ان هو ما بيأديش الاداء الهجومي، لان انت في الدوري المصري عايز اداء هجومي، باك هجومي زي علي معلول في الشمال زي ما قلت قبل كده. فانا شايف محمد هاني ده ممكن يلعب والله قلب دفاع. يعني انت قلت اتنين، محمد هاني، عندك ياسر ابراهيم، عندك مين تاني، عندك ايمن اشرف هيرجع خلاص من الاصابه. يعني انت عندك خمسه او سته، هو مش محتاجين ضروري في مركز قلب الدفاع. عندك في الباك اليمين زي ما قلت قبل كده، شايف في عمار حمدي راجع من الاصابه. عمار حمدي ده من احسن الباكات اليمين، بس ربنا يبعد عنه شر الاصابه. عندنا انا شايف حسين الشحات باك يمين ظهير ايمن، انا مصمم ان حسين الشحات ده ظهير ايمن. عندك لان الاهلي هيجيب جناح، فغصب عنك هتضطر ترجع كريم فؤاد عشان يستفيد منه كولر، لازم يرجعه ظهير ايمن، لا احسن ما تطلعه بره خلاص هنستفيدوا منه بقى بالظهير الايمن، وهيبقى هجومي احسن من محمد هاني. عندك طاهر محمد طاهر اللي انا شايفه مش جناح نهائي حاليا، طالما مش هيستغل مهارته ومصمم لعيب ابو ثلاث رئات، لا يبقى يلعب باك يمين. عندنا اربعه في الظهير الايمن. عندك في الظهير الايسر عندك علي معلول، عندك محمد اشرف، عندك رأفت خليل لعب الماتش اللي فات وكان ظهير ايسر، بس هو المدرب بيفتي ويلعبه في مركز غير مركزه خالص. فاحنا عندنا ثلاثه في الظهير الايسر. الاهلي مش مين على الساحه احسن من دول، يعني مين في ظهير ايمن على الساحه شاركوا الناس اللي هم قالوا خالد عبد الفتاح في الباك اليمين. خالد عبد الفتاح اللي هو كله اداء دفاعي، بس ما احنا عندنا محمد هاني بيدافع ومتزهقانين منه عشان خاطر بيدافع ما بيديش الاداء الهجومي. لكن خالد عبد الفتاح ما لهوش علاقه بالاداء الهجومي تماما. والناس اللي مش حتى الناس اللي بتسمعني حتى تتابع اي مباراه يسمعوا تشوف خالد عبد الفتاح ده مالوش اي دور هجومي تماما، هو مدافع، فكان دافع كويس المباراه اللي فاتت، فالناس قالت لك خالد عبد الفتاح. لكن هو محمد هاني والله احسن منه 1000 مره كمان، بأداؤه الحالي ده افضل منه برضه في مركز الظهير الايمن. في الظهير الايسر مين على الساحه كويس؟ مفيش حد على الساحه كويس. اكبر دليل مين في منتخب مصر؟ هو احمد عبد الفتوح بيلعب اساسي منتخب مصر. باك الزمالك مش هينفع طبعا تجيب فتوح، ولو جبت فتوح مش هلعب على علي معلول يعني. فانت عندك معلول، عندك محمد اشرف مبشر، عندك رافت خليل يجي منه مع الوقت، يلعبوا ربع ساعه. لو ماتش مثلا الاهلي مخلصه ممكن تنزل لاعب زي دول ربع ساعه هيديك. عندك في النص مركز ستة، عندك حمدي فتحي، عندك اليو ديانج، عندك عمرو السولية مع قلة اللياقة بتاعته ممكن على مركز ستة عشان ما يروحش ويرجع مسافات، حاليا لياقته ما تسمحش بكده عمرو السولية. يعني انت عندك ثلاثة بالنسبة لي حاليا يعتبروا يقدروا يلعبوا مركز ستة مستريح، واحسن من 100 مروان عطية اللي هم كانوا طالعين بيها مروان عطية وما فيش على الساحة افضل من الثلاثة دول يجي الاهلي. الاهلي مشكلته كلها يا جماعة ان هو عايز اتنين اجنحة مع اللي عندنا، مع احمد عبد القادر ومع كريم فؤاد. ولما كريم فؤاد رجع باك ظهير ايمن يبقى مع احمد عبد القادر وحسين. هو احمد عبد القادر يعتبر عندنا جناح، فالاهلي عايز له اثنين ثلاثه اجنحه بس من اجانب، هات لنا اثنين اجانب اجنحه، والاهلي مش محتاج حاجه تاني. فالناس وشادي حسين بالصدفه الناس بيقول لك جاي له عروض في يناير. يا جماعه شادي حسين والله افضل مهاجم مصري، اقول لك مصري حاليا هو شادي حسين، بس المدرب مش عارف ومش مقتنع بيه ازاي. احسن من محمد شريف واحسن من حسام حسن، بس هو المدرب بقى يا اراء مدربين هنعمل ايه؟ طيب هنلعبه غصب. لكن والله شادي حسين ما ياخد فرصه وافتكروا كلامي ده هيكسر الدنيا، لانه يعني في مركز المهاجم انا شايفه مميز. ليه؟ في العرضيات عنده الهيدر كويس، في التحرك داخل منطقه الجزاء لعيب ما شاء الله عليه، لعيب كويس جدا. وشفناه في السيراميكا يا جماعه، يعني هو مش ده اللي جاي من السيراميكا، هو ده نفس اللاعب، ولا احنا ولا هو اتغير؟ كان مميز بالحاجات دي ولا لا؟ فهو شادي حسين لاعب ممتاز وهتشوفه مع الوقت الكلام اللي انا بقوله. وبرونو سافيو مع الوقت في المركز المهاجم هيجي منه، بس هو لاعب يعني ايه مش ناشف على الكور. فممكن مع الوقت يا جماعه نصبر على اللعيبه دي. ياما لعيبه وعلى امثله عالميه كتير اول موسم ما بيكسروش الدنيا، وفي امثله محليه. يعني عمرو السوليه ده في اول موسم على الاهلي ما كانش بيلعب اساسا، خد سنه واتنين وبعدها لعب اساسي في الاهلي وبقى من نجوم الاهلي. لكن اول ما جه ما كانش بيلعب اساسا عمرو السوليه، واللي متابع الاهلي قبل كده يعرف المعلومه دي. اول ما جه ما كانش ليه دور مع الاهلي اول سنه، بس اللعيبه بتاخد على الجو الجديد، على النظام التدريبات الجديده، مع الوقت بتلاقيها بتيجي.
فالناس تهدى، واللي طالعين يقولوا عدد صفقات وستة وسبعة. الاهلي مش محتاج غير 2 اجنحة فقط مع احمد عبد القادر، لا اكتر ولا اقل حاليا. الناس تقول انت في اول من كام فيديو كنت بتقول محتاج قلب دفاع ومحتاج مركز 8 ومحتاج. يا جماعه برضو الكرة فيها متغيرات. يعني كنت زمان في قلب دفاع، بس طبيعي الكوره متغيره مش ثابته. الاهلي محتاج، انا نفس رايي. ما انا شفت في واحد جه في بالي، واحد زي محمد هاني قلت ما يلعب مساك، واحد زي حمدي فتحي ممكن يرجع يلعب. فالاهلي مش لو محتاج واحد وهو مش محتاجه ضروري. ممكن مركز 8 زي ما قلت قبل كده هو محمد رضا بوب، و2 اجنحه. يعني ممكن محمد رضا بوب في لو انت جبت مركز 8، لان فعلا المكان ده الاهلي محتاج فيه، و2 اجنحه فقط لا غير. والله ما محتاج بقى لا 6 ولا طالع يقول 7. محتاج بس مدرب يحرك اللعيبه كويس، يحرك اللعيبه اللي موجوده دي، يحركها كويس مع الاثنين اللي هيجوا والثلاثه، يحرك اللعيبه دي كويس. لكن الاهلي مش محتاج تقول ده انت داخل على كاس عالم انديه. طب ما الاهلي من السنه اللي فاتت واللي قبلها لاعب كاس عالم انديه بلاعيبه باللعيبه دي، بمحمد شريف وبقفشه وحسين الشحات دول، وكنت محمد طاهر، وخدنا بهم ثالث عالم. فالناس ما تقولش كلام تخض الجمهور وخلاص يا جماعه. انا زعلت ان كابتن رمضان السيد اللي قال كده، لان كابتن رمضان السيد معروف انه من الناس يعني الهاديه، مش الناس بتاع الترندات ولا بتاع حق. بس زعلت من التصريح، يعني ايه، ما عجبنيش شويه ان انت طالع تقول الكلام ده. بقول لنا حل، انا بحب اللي يطلع يتكلم يا جماعه يقول حل، ما تطلعش تنتقده بس، قول لنا حلول. مين انت شايفه؟ وانت بتقول الساعه 7 وخلاص، طب هنجيبه منين؟ احنا من الدوري، انتوا شايفين القماشه اللي عندنا في مصر، لعيبه كلها والله ما في لاعب فيهم حتى زي اللعيبه اللي في الاهلي، مش اعلى منه. هو اللي انا شايفه على الساحه مميز، قلت لكم قبل كده، هو واحد زي محمد رضا بوبو، واحد زي ابراهيم عادل، حاجات فرديه، مش الكميه اللي احنا نقول 6 او 7 صفقات. الحاجة التانية اللي حابب اتكلم فيها يا جماعة، ان شاء الله بكرة في 4 مباريات. هنبدأ بمباراة انبي والداخلية. انبي والداخلية انبي بالمناسبة عينة الكابتن طلعت يوسف مدير فني جديد، رابع مدرب ولا خامس مدرب من بعد طارق العالم. كابتن حلمي طول ما ماشية، مش عارفين مين فيهم اللي هيبقى مشروع في الآخر. كل مدرب يجي ده المشروع بتاعنا. فانا متوقع مباراة انبي والداخلية دي، يعني حابب اقول توقعاتي، بحب انا عن الموضوع ده، معلش استحملوني فيه شوية. بالنسبة انبي والداخلية متوقع المباراة دي تنتهي تعادل. يعني مفيش فريق مميز، مش فريق هيبقى راكب على الفريق، ممكن بقى حد خطف جون كده. لكن انا المباراة رأيي انها تخلص تعادل مستريح. مباراة الفريقين نفس النظام، قريبين في المستوى من بعض. المباراة التانية هتبقى طلائع الجيش وحرس الحدود. المباراة دي انا توقعت فيها في تفوق طلائع الجيش. طلائع الجيش يعني يكسب المباراة دي. المباراة التالتة فاركو وفيوتشر. المباراة دي هتبقى من أصعب المباريات، يعني محب الدوري المصري يتابع مباراة زي دي، فاركو وفيوتشر. فاركو بقيادة الكابتن ايهاب جلال وفوتشر علي ماهر. فانت معاك 2 مدربين، يعني من اعلى 4 مدربين حاليا في الدوري المصري، ايهاب جلال وعلي ماهر. بس توقعت ممكن يعني ما بين تعادل او تميل بسيط لفيوتشر، لكن فاركو تكسب هتبقى صعبة شوية. لكن كل حاجة ممكنة طبعا في الكور. اللي خلى اللي خلى الداخليه يفوز على بيراميدز، وبيراميدز بعدها بيفوز النهارده 3-0 على الاتحاد. اللي خلى حرس الحدود يفوز على البنك الاهلي. فهي الكوره يا جماعه فيها متغيرات، لكن بقول توقعات بحكم عيني اللي انا شايفه في الكوره، ان فاركو وفيوتشر ما بين تعادل او تفوق فيوتشر فرق هدف. المباراه الاخيره هتبقى سيراميكا والاهلي، ودي مباراه صعب التوقعات فيها. المباراه دي هتبقى مفتوحه من الفريقين. سيراميكا مش من النوع اللي بيقفل ملعب الكابتن احمد سامي، كورته مفتوحه وممتعه، ونفس النظام الاهلي طبعا بحكم منافس على الدوري. مش احنا اللي مش عم سيراميكا مش هيبقى فاتح ملعبه، الاهلي اللي هيقفل. فهتبقى مباراه يعني مباراه صعب التوقعات فيها، بحكم ان الاهلي السنه الفتره دي شايفين كله فين، الفريق مش واقف على رجله. فهتبقى مباراه صعبه بقى، بس نتمنى ان شاء الله الاهلي يفوق. المباراه دي تبقى مباراه فوقان، ولان المباراه اللي بعدها زي ما احنا عارفين هيبقى مباراه بيراميدز يوم الاثنين، يعني اخر مباراه بمباراه بيراميدز، فهتبقى مباراه قويه يعني. واخر حاجه يا جماعه حابب اكلمكم فيها النهارده، زي ما سمعنا كابتن ميدو خلاص بقى مدير فني للنادي الاسماعيلي. واللي قلته من حلقه او حلقتين ان الاسماعيلي كان بيقول الكابتن ايمن الجمل مكمل نهايه الموسم، وقلت لكم والله مباراه واثنين وتلاقوا غيروا له الكابتن ايمن. الكابتن ده المدير الفني الاسماعيلي ده هيغيروه، وسبحان الله ما عداش له مباراه ولا اثنين، ودلوقتي هو كابتن ميدو خلاص اتعين مدير فني للاسماعيلي، ومعاه تقريبا كابتن محمد عبد المنصف، وجايب جهاز فني يعني معاه، واللي كان المشهورين فيه يعني محمد عبد المنصف. اتمنى ان هم بقى يصبروا على الكابتن ميدو، يعني مش ماتش ولا اتنين ولا تلاته اللي هو كابتن نسمعه عن حاجه تانية، ان لو النتائج مثلا ما ظبطتش معاه لا هنمشوا ميدو، بيفكروا في مدير فني جديد ونوتره. وميدو انا شايفه يعني يا جماعه في حكم صحيح كمدرب، اللي هو كل ما يبقى تعيين مدرب منتخب لمنتخب مصر على طول الفتره الاخيره، لو قالوا مدرب وطني تلاقي من ضمن المرشحين ميدو. طب ميدو ده كان ضمن المرشحين بأمارة ايه؟ انا عايز اماره كده. ميدو ده مرشح، كان مرشح الفتره اللي فاتت كلها لمنتخب مصر. اي وقت بيبقى فيه اختيار مدرب كان يقول لك احمد حسام ميدو.
ايه الميزه في كابتن احمد حسام ميدو؟ ايه يعني السي في بتاعه كمدرب؟ نجح مع فريق ايه؟ ودرب الزمالك، خد معاهم الكاس، والكاس ده يعني في اخر 10 سنوات تقريبا البطوله المحببه للزمالك، اي مدرب كان بيمسكهم كان بياخد معاهم الكاس، هي موفقين في بطوله الكاس، لكن ما نجحش معاهم كمدرب يعني بالنتائج، ما خدش معاهم لا دوري ولا افريقيا ولا عمل ما بطولات. اي مدرب احكم عليه من الدوري او افريقيا، في دوري فريق كبير يا تاخد دوري يا تاخد بطوله افريقيا، لكن الكاس دي بطوله من 3 4 مباريات يا جماعه، اي فريق ممكن ياخدها. حتى الاهلي خدها اخر مره كان واخدها على حساب طلائع الجيش، يعني طلائع الجيش كان ممكن ياخد هو بطوله الكاس، فاي فريق ممكن مفاجات تاخد بطوله الكاس، دي سهله مش البطوله الصعبه. واي فريق في العالم بيحكموا عليه يا جماعه البطوله، البطوله المحليه بتاعته، بطوله دوري ابطال، يعني مانشستر، يعني الدوري الانجليزي كل الناس هتلاقيك عارف مين بطل الدوري ومين بطل دوري ابطال اوروبا، لكن حد يعرف مين بطل كاس انجلترا اخر سنتين ولا اخر سنه؟ ما هتتلخبط، مش هتعرف مين اللي خد البطوله. فاهم حاجه تحكم على المدرب بيها هي الدوري ودوري ابطال ودوري الابطال، فميدو ما خدش مع ذاك لا دوري ولا دوري ابطال. وادي دجله دايما مسكهم 6 7 مباريات، وكان بيلعب بطريقه الله 3 5 2، وبعدها ماجد سامي ما صبرش عليه ومشاه، شاف النتائج وحشه ومش عامل شغل مع الفريق، تقريبا مسك المقصه برده ما نجحش معاه. فميدو ما فيش فريق مسكه نجح معاه، يعني عمل معاه شغل على الاسماعيلي هم 3 4 مباريات، فعمل اي نعم نتائج كويسه، بس مش هنحكم على مدرب من 3 4 مباريات وبعدها راح سابه وراح على الزمالك ما كملش التجربه، ما نقدرش نحكم عليه اذا كانت نجحت ولا فشلت. يعني مثلا كولر لو ماشي حاليا، ما كولر واخد مع الاهلي كاس السوبر، فايز مباريات كتير بأداء كويس، ولا ممكن كنا بنقول عليه كويس، لو مش هنقول عليه كانت تجربه ناجحه كولر، ما نقدرش نقول عليه تجربه ناجحه لان انت ما كملتهاش. فنفس نظام ميدو مع الاسماعيلي ما كملش التجربه الاولى معاهم، مشي بمشاكل ساعتها مع الكابتن حسني عبد الله لو انتوا تفتكروا. فالكابتن ميدو أنا شايفه كمدرب هو، يا جماعه احنا ماشيين في مصر بالصيت، يعني هو ميدو كل مدير فن ميدو، طب هنشوف، يتمنى يا رب ينجح والله مع الاسماعيلي، مش معنى كده إن بنحبطه قبل ما يمسك نادي الاسماعيلي، مش انا يعني واحد زي اللي هيحبط ميدو او يفوقه، بس بقول يعني ما ندوش لحد يا جماعه اكتر من حجمه. يعني ميدو كمدرب هو ما فيش فريق مسك، انا قلت لكم السي في بتاعه، مسك الزمالك، مسك وادي دجله، مسك الاسماعيلي، مسك مصر المقاصه تقريبا فتره برضه، ما نجحش برضه مع مصر المقاصه. ما فيش فريق نجح معاه، ليه بقى ما نيجي نقول مدرب منتخب مصر يقول لك محمد حسام ميدو، احمد حسام ميدو؟ فالناس تهدى كده، ويا رب يا رب مع الاسماعيلي يعني يكسفني ويقدم اداء كويس، والله من عشاق الكره، كره الدراويش ايام زمان، اخر جيل لهم كان جيل عمرو جمال اللي انا كنت بحبهم، يعني جيل الكابتن عمرو جمال، اخر اللعيبه الموهوبه في الاسماعيلي كان عمرو جمال، وكان معاه عبد الله سعد لما كان لسه في الاسماعيلي، وكان سيد معوض بيلعب جناح ايسر باك شمال، كان لسه اخر عنقود الموهوبين فيهم كان هو عمر جمال ده. لكن طبعا حدث وحرج جه البركات 2001 اللي خدوا الدوري ده، بركات والشاطر والنحاس وسيد معوض وحمص، وكان تشكيله يعني الفريق التاريخي للاسماعيلي بالنسبه لي. فاتمنى ميدو ان شاء الله ينجح مع الاسماعيلي وربنا يوفقه يا رب ويخيب ظني فيه، لان انا مش ما متفائلش انا الكابتن ميدو، انا شايفه ده راجل بتاع تصريحات، لكن ككوره في الملعب انا يعني ما بقتنعش بيه، ما بيعملش حاجه مفز، يعني حتى ما كان ماسك وادي دجله بيمشي كان بيلعب لك 3 5 2 نفس طريقه فرير. فهيبقى هو المباراه جايه بالصدفه للاسماعيلي قدام الزمالك، فهنشوفه ميدو كده يبين لنا حاجه من لمساته، من احترافه اللي قضاها حياته كلها في اوروبا، يورينا حاجه منها يا رب في مباراه الزمالك يبدا بيها، ويقدم كره كويسه مع الاسماعيلي وينجح ان شاء الله. ومع نهايه الفيديو يا جماعه، يا ريت اللي اتفرج عليه يضغط اشتراك ويضغط لايك ويفعل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.